اسهل وانجح صوص شوكولا كتجي رائعه البنات. القوام ديالها غزال كيف كتشوفوها فوق الرايب، كتجي قابطه وعندها عده استعمالات منها لي كلاص لي كيك لي خيب. ندوزو ان شاء الله للمقادير. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الصوص شوكولا اللي بزاف سولتوني عليها، واليوم ان شاء الله عاد كتب باش نحطها لكم. كتجي رائعه وغزاله وسهله واقتصاديه. ثلاثه المكونات عندنا: الماء، السكر سنيده، وبودره الكاكاو. والتنسيم الا بغيت تضيفوا داك الساشيت الفاني اختياري. طريقة سهلة وناجحة، عندها عدة استعمالات تقدر تعملوها بزاف الحوايج. ان شاء الله مرة نشارك معكم فاش كنخدمها انا، وخلاص انا اصلا كنخدم بها هكا في الكروسة. ندوز على بركة الله. بالنسبة للمكونات ساهلين وبساطين. نحتاجو 2 كيسان ديال السكر سنيدة. العبار جبت لكم ساهل، جبت لكم العبار غير بالكاس العنبه باش ما تبقاوش تقولوا الجرامات ما عندناش الميزان. اسهل حاجه 2 كيسان ديال السكر سنيده كيف كتشوفوا. بعد ما درت 2 كيسان ديال السكر سنيده، دابا غنضيفو 3 ديال الكيسان ديال الماء عادي من الروبيني، يعني ما بارد ما سخون. 3 الكيسان تقريبا نص لتر. المهم انا عبرت لكم بالكيسان باش تشوفوا. انا تما عندي نصف لتر ديال الماء. السيترو د الماء كيعادل 3 الكيسان ديال السكر العنبه اللي كنوريكم الغراف، زعما راه كيهز السيترو. صافي، من بعد غنضيفو الكاكاو. الكاكاو البنات استعملوا ضروري الكاكاو المر، ما تستعملوش كاكاو الحلو. باش كيعطيكم واحد اللوغو زوين. واحد القبيصه د الملح البنات راني نسيت ما ذكرتهاش معاكم. ضروريه باش كتخرج داك اللوغو ديال الكاكاو باش كيخرج وكيعطي واحد المذاق زوين. المهم بالنسبه للكاكاو غنضيفو 2 معالق كبارين. انا عندي معلقه صغيره بقيت كنخوي بها. 2 معالق كبار عامرين مزيان بومبي، يعني مبومبيين. معلقه كبيره تكون بومبيه مزيان. صافي. وبالنسبه للساشي ديال الفاني بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش نتوما. انا بعض المرات كنديرو بعض المرات لا. في هذه المرحله خذ واحد الفوي طربو مزيان المكونات سكر سنيده والماء والكاكاو حتى ينسجم داك الكاكاو مع السكر سنيده والماء. لحيت شي مجرد نحطو فوق النار ويغلي داك يسخن عفوا، داك الكاكاو ما كيبقاش يعاود يذوب، كيبقى مكور. هنا البنات نشعل النار. كتشوفوها مجهده، انا كنوريكم تكون العافيه مجهده. كتحطوا عليها الكاسرون ديالكم وتبقاو تحركوا بالفوي حتى كتذوب داك السكر سنيده تماما. ما خصهاش تبدا تغلي وهي باقا ما دابتش. حركوها والعافيه ضروري تكون مجهده. نتابعوا هاد القضيه تكون العافيه مجهده. هنا البنات غنخليو الصوص ديالنا فوق النار حتى توصل لدرجه الغلي، يعني فوق النار مجهده حتى توصل لدرجه الغليان كيف كتشوف بحال هكا. من بعد كنقصوا النار هكا يعني على حدها، وكنخليو الكاسرول ديالنا وحنا مراقبينها. ما تحيدوش من حداها البنات، حيدتوها غتفيض لكم دغيا كتفيض فوق البوطه. ملي كتوصل لدرجه الغليان كتحسبوا تقريبا واحد 40 دقيقه. غير هي واحد الحاجه البنات، ما تحيدوش من حداه نهائيا حيت دغيا كيغفل وكيفيض لكم. تبقاو حداه. في المرحله الاولى ملي كتبدا يغلي كتحسبوا ديك 40 دقيقه. راه في المرحله الاولى راه كيكون بحال هكا، يعني كيبقى يغلي في بلاصتو. منين تقريبا كتوصل داك 25 دقيقه حتى 30 دقيقه كتبدا تطلع الفيضه. المهم نتوما ما ديوش على التوقيت، ولكن بقاو عينكم ميزانكم حاضين. ملي كتبدا تطلع الفيضه ديك الساعه راه قريب يوجد داك الساعات، ما بقاش له بزاف. المهم نتوما دير 30 دقيقه غتبداو تحركوا بالفوي مره حركوا بالفوي، شوفوا الكثافه ديالو. كتحسوها غير بيديكم باش كتكونوا كتحركوا، كتبقاو تحسوها غير بيديكم بان راه شويه بدا يتقال. نتوما دابا غتلاحظوا واحد الصوره كيفاش دازت. منين دازت 30 دقيقه شو كيولي، شو كيفاش يعني كيولي يغلي. واخا البوطه ناقصه حضيو معاه راه غيفيض لكم. ملي كتوصل هاد المرحله هادي كتبقى تطلع. نتوما مره فاش تشوفوا طالع حيدوها من الكاسرول هكا تهبط عاوتاني ردوها على ما تشوفوا الكثافه اللي بغيتو. هنا راه كيبان جاري،
يعني شتو كنحركو ولكن راه خفيفه باقي ما واجدش. شتو كيفاش منين كيعقاد راه كتحسوا به. نتوما غتشوفوه هكا في الصور في المراحل ديال الفيديو غيبان ليكم، غير ما تغفلوش عليه نهائيا. وهانتوما مع الفيديو. هنا كيف كتشوفوا فيما كتطلع ديك الفيضه واخا البوطه ناقصه كنحيدها على ما كتهبط وكنعاود نردها، حيت ما يمكنش نخليها الا بقات هكاك راه غادي تفيض ليكم. يعني مره عيد تشوفوها طلعت حتى الفوق غادي تفيض حيدوها وخليوها تهبط وعاودوا ردوها. وانتم غاديين فحال هكا حتى تحركوا بالفويت تلقاو ديك الكثافه، بديتو كتحسوا بواحد الكثافه كاينه تطفوا على تقريبا واحد 40 دقيقه. مهم نتوما عينكم ميزانكم ونفس الوقت كتشوفوا هكا الوقت. هنا البنات الصوص ديالنا صافي وجدات. نتوما شوفوا ملي كتحركوا الفوي كتحسوا بواحد الثقوليه كاينه، يعني ماشي بحال في الاول كان خفيف. شو كتحسوا بواحد الثقوليه نتوما شو كيفاش. صافي هنا غادي نطفي البوطه وغادي تشوفوها نتوما الكميه ديالو كتقلل ما كتبقاش كثيره حيت سخون غيبان لكم، يعني باقي هكا في الكاميرا كيبان باقي خفيف، ولكن ملي غيبرد غادي يتقال. بغيتو تيستوه راه غديروه في طبيصيل هكا وتجربوا. هنا البنات بعد ما خليته برد تماما انا خليته الصباح يعني بات بعد نديرو داك القرعه ديال اللي كنخدم بها كشاش خصو يكون بارد مزيان. كيجي رائع البنات غزال ما نشكروش ليكم، كيجي فن. حيت اغلبيه الناس اللي كيخدموا كنشوفوا معنا بلي صوص كيديروا داك لي صوص اللي فيهم الزيت. خطأ خطأ خطأ، وما صالحينش داك لي صوص نهائيا، وماشي هي ديك صوص الشوكولا وماشي ديك الطريقه الصحيحه ديالها. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال صوص الشوكولا وكتجي خطيره. تقدروا تخدموها في لي كلاص، تخدموها في بزاف د الحوايج. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش خلوا لي لايك ديالكم وتشتركوا اللي مازال ما اشتركش. والناس الجداد مرحبا الف مرحبا بكم. وكنتمنى تخلوا لي شي تعليق وتقول واللي جربها يقول لي كي جاتو داك صوص الشوكولا. وشكرا لكم بزاف اللي خطيكم. انتم غتشوفوا الكثافه ديالها كي دايره. انا غير رايب حيت ما كانش ديك الساعات ما موجوده والو، غير رايب انتم كتشوفوا. وكيجي ثقيل داك الصوص وخطير وما عمرو خيبكم. غير ما تخليوش يطيب بزاف، هاد الملاحظه نقولها لكم، ما تخليوهش يطيب بزاف راه غادي يرجع يتحجر لكم. تقولوا ما قلتهاش لكم. داك الوقيته اللي عطيتكم بالضبط نتوما غير تلاحظوا بعينكم ميزانكم وطفوا عليه. الا خليتوه فات فيه الطياب مني غيبرد لكم تماما غيرجع يتحجر لكم بحال السكر محجر. وشكرا لكم بزاف ودمتم في رعاية الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.